بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. أول حاجة نبارك إخواتنا وأولادنا النجاح في الترم الأول. ألف 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 مليون مبروك. عقبال الترم التاني إن شاء الله. واللي سقط ولا جاب مادة ولا حاجة بقول له هارد لك، تعوضها في الترم التاني إن شاء الله بأمر الله. ألف 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 مبروك على أولادنا وإخواتنا في جميع المراحل، سواء ابتدائي او اعدادي او اولى ثانوي او تانية ثانوي. الف 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 مبروك. تاني او بعد كده بقى نخش بقى على الحلقه، نتكلم على اخبار منتخبنا الوطني واخبار النادي الاهلي واخبار نادي الزمالك. اول حاجه اخبار منتخبنا الوطني. انا النهارده متحسر، النهارده تكون غينيا الساعه 10. انا متضايق، لازم الجهاز، لازم نوفر بقى العمله الصعبه ونجيب مدرب وطني. لازم نجيب ناس وطنيه شربين من النيل بيقولوا بلادي بلادي لك حبي ولا فؤادي، زي ما كل المنتخبات العالم بتعمل. احنا لازم نعمل كده، نجيب مدرب وطني، توفير العمله الصعبه. عندنا ازمه الاقتصاديه، يا رب يعديها على خير. يا معالي الوزير، وفر دولاراتك. عايزين مدرب وطني مصري بيقول بلادي بلادي لك حبي ولا فؤادي ويشرب من النيل. مش عايزين اجانب تاني، خلاص كده ارحمونا. عايزين مدرب وطني. يلا نتكلم عن قائمة المدربين اللي أنا عايزهم لمنتخب مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني وما توفيقي إلا بالله. حسام حسن المدرب الفني، إبراهيم حسن مدير الكورة، محمد شوقي مدرب مساعد، سيد معوض مدرب عام، عصام الحضري مدرب حراس مرمى، كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن وائل جمعة مشرفين على المنتخب، حسن شحاتة مدير الفني لاتحاد الكورة. والله الموفق والمستعان. زي ما قلت لحضراتكم، انا كده عايز مدير فني لمنتخب مصر. حسام حسن هقولها من هنا لبكره. حسام حسن، او لو انتم مش عايزين حسام، برقم اتنين علي ماهر. يا جماعه، احنا عايزين اهم حاجه منتخبنا الوطني، واهم حاجه مصر. النهارده انا قلت لكم قبل سابق، انا حصري النهارده الكونغو وغينيا. مصر المفروض تلعب غينيا، ده الكونغو يا جماعه، ده الكونغو. خلاص كده، يلا نخش على اخبار نادي الزمالك. يلا مدرب جوميز خلاص وصل النهارده للزمالك. وصل امبارح جوميز، مضى العهد. الحمد لله على السلامه يا جوميز. يدرب يوم السبت او الحد او التدريب ليه ان شاء الله مع الزمالك بكره او بعد بكره. بكره السبت او بعد الحد، بتوفيق للجوميز. ونتكلم عن اسماء الزمالك اشترى صفقات جديده بامر الله. احمد حمدي، محمد عاطف، مهاب ياسر من اثيوبيا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، سيف فاروق جعفر، اشرف صبحي، ومحمد شحاته. والناس اللي مشوا بشكل نهائي: محمد عبد الغني، عمرو سيسي، عبد الله جمعه. وعلى سبيل الاعاره: محمد طارق، عبد الله محمد، ياسر، وبيسو. كده الزمالك خلاص جاب صفقات بالتوفيق، واهمهم وابرزهم عبد الله السعيد. لسه القيد لسه موجود لحد 6 فبراير. بعد كده يجيب الزمالك هيجيب رمضان صبحي، بس رمضان صبحي قال اتمنى ارجع للنادي الاهلي. مره تانية. وكمان خصوصا الزمالك عنده كونفدراليه وعنده نهائي كاس يوم 3 رمضان مع الاهلي. وهنشوف نتابع الايام اللي جايه فيها ايه بالنسبه للقلعه البيضاء نادي الزمالك وال100 عقبه. نخش بقى على اخبار الاهلي. اول حاجه اسام ابو علي مدرب جاب الاهلي، جاب صفقتين: عمر كمال عبد الواحد باك رايت فيوتشر نجم منتخبنا الوطني، ثم جاب ابو اسليم ابو علي لعيب الفلسطيني جنسيته دنماركي بس هو اصله فلسطيني. وما توفيق للزمالك الاهلي. بعد كده محمد الشناوي الحمد لله يوصل القاهره يوم الاحد تكمله لعلاج وعمل العمليه. الحمد لله على الشناوي. وخلاص الدولين انتظموا في المران الاهلي. وان شاء الله الاهلي عنده بقى يوم الجمعه، يوم 16 فبراير اول ماتش بعد توقف الشباب والازداد. وعنده كل افريقيا والدوري العام والكاس يوم 3 رمضان برضو امام الزمالك. وتوفيق الاهلي والقلعه الحمراء. وكل الجديد مع باسم الزمر، ينتظروه كل الجديد.
شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكرة مع مين؟ الكرة مع باسم، ما تنسوش الاشتراك. سلام.